انا الفيديو عجبكم دوسوا لايك. يعني ايه رأيكم يعني في لب هو وبيبسي؟ ايه رايكم بقى في الحلويات والسناكس بتاعت العيد ديت اللي اصلا من غيرها ما نحسش ان العيد يعني في عيد اصلا؟ من غير الحاجات الجميله دي ما نحسش ان في عيد اصلا. خلوني الاول اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. زي ما انتم شايفين بقى عيدنا جاي متاخر شويه، بس اعذروني بقى بتاخر عليكم في الفيديوهات. زي ما انتم شايفين كل اللي انا بصوره ده، الحاجات اللي انا مصوراها دي كنت مصوراها اول يوم العيد، بس معلش اعذروني اتاخرت عليكم شويه. زي ما اوريكم بقى الكحك بتاعنا والحاجات الجميله بتاعتنا، حبيت ان انا اوريها لكم كده وهي في علبه ومرصوصه، وارص معاكم بقى ايه الرصه الجميله بتاعت العيد. الرصه القمر دي اللي انا دايما لازم اعملها لهم اول يوم العيد، واحطها لهم كده على الترابيزه يفضلوا رايحين جايين عليها كده. من غيرها ما نحسش ان في عيد، من غير السناكس والكحك والحاجات الجميله اللي احنا بنعملها كل سنه دي ما نحسش ان في عيد. طبعا كل سنه وانتم طيبين، يا رب يجعل ايامنا كلها خير وفرح كده. زي ما انتم شايفين كده هحط معاكم ايه السناكس والحاجات دي، هرصها رصه كده مع بعضينا كده نرصها ونكمل كلامنا في بقيه الفيديو. طبعا بقى اعذروني طبعا ان انا مش بنزل لكم فيديو كل يوم، طبعا سامحوني، ببقى نفسي اصور لكم وانزل لكم فيديو كل يوم، بس مش كل مره بقى هاجي ايه اتكلم في الفيديو اقعد اشكي لكم همي بقى وحالي بقى وبتاع. فايه خلينا في فرحه العيد وجمال العيد والحاجات الجميله اللي احنا بنعملها دلوقتي. طبعا ده لازم اهم حاجه تعملوها في العيد هو الطبق الجميل دوت عشان فرحه اولادنا تكمل. من غيرها ما بيحسوش بفرحه. طبعا ايه هنا بقى هرص لهم هنا حطيت هنا السناكس وكده، وقلت هنا احط ايه الكحك والبسكويت والبيتي فور والحاجات بقى اللي بتطلع عينينا اخر اسبوع في رمضان. يعني حرفيا احنا اخر اسبوع في رمضان بيطلع عينينا عشان نقدم لهم الطبق ده، بس احنا نتعب ويطلع عينينا وهم ياكلوا وينبسطوا، هو ده بس دورهم في الحياة ياكلوا وينبسطوا. هنا بقى كنت قدمت لهم طبعا الكحك والبسكويت والحاجات الجميله، وطبعا قلت ما ينفعش ما احط لهمش طبعا الترمس ده عشقنا كده في العيد، بنستنى شهر رمضان كله يخلص عشان خاطر الترمس بس. هنا بقى قلت ايه، قالوا لي قلت لهم تشربوا شاي بلبن ولا ايه تحبوا ايه جنب الحاجه ديت؟ قالوا لي لا احنا عايزين البيبسي. فروحت احط لهم كل واحد واحده كده، وانا رحت عامله لنفسي بقى كوبايه النسكافيه الجميله عشان ايه نسهر السهرة بقى ايه الحلوة كده مع بعضينا. لازم هو ده اول يوم العيد، لازم ما نحسش ان هو عيد من غير ايه السهرة الجميلة ديت. هحط لهم بقى الحاجات ويقعدوا يشغلوا فيلم جميل كده، واروح ايه نقعد بقى نسهر على الحاجات ديت. تاني يوم العيد بقى عايزه اقول لكم انا المفروض ان انا كبني ادمه خارجه من رمضان ما اقفش في العيد طول يعني طول العيد ما اقفش في المطبخ، فاهميني؟ فبالتالي سابوني طبعا وقفت في المطبخ. تاني يوم العيد هتشوفوا دلوقتي انا عملت لهم غدا تاني يوم العيد. ويعني كنت عايزه اقول لكم حاسه ان انا كنت هلكانه ومش عايزه انزل ومش عايزه اخرج، وهم مصممين وعيالي بقى عايزين ينزلوا ويعيطوا مش عارفه ايه. فايه بصوا هنا النسكافيه كان ما دابش كويس عشان اللبن كنت عاملاه ساقع، يعني كنت عاملاه على الساقع ما كنتش مسخناه، بس يلا بقى اهو كله ماشي. بس فراح ايه باباهم ايه قال لنا تعالوا ننزل نقعد في كافيه ولا حاجه. فقلت له لا انا تعبانه مش قادره. فضل مصمم لغايه ما لبست ونزلنا قعدنا في مكان كده، وايه هتشوفوا بقى معانا اليوم ايه هكلمكم عنهم دلوقتي. هنا زي ما انتم شايفين عملت لهم الغداء اول ما صحيت من النوم. طبعا انا كنت جايبه السمك متنضف، مجرد بس ما انا نضفته بايديا وعمايل ايديا طبعا وملح وبتاع وتبلته، ورحت طبعا السمك ما بياخدش وقت قليته وعملت لهم الرز وسلطه. يعني بصراحه ما خدش مني مجهود وما تعبتش خالص في الاكله ديت، بس انا كنت محتاجه ان انا اقعد في البيت اريح. طبعا عيالي ما عندهمش الكلام ده، لبسنا وخرجنا وانبسطنا وقعدنا في مكان كده كان فيه حبه مطربين كده شعبيين، يعني مش مطربين حلوين قوي، بس كان يوم جميل يوم لطيف. اتغدينا ونزلنا. طبعا ابني مرضيش ياكل سمك ساعتها.
بابا قال له عادي بقى، تعالى اطلب لك اي حاجه من المطعم اللي هنقعد فيه، فاتغدى بقى ايه بره. كملوا بقى معانا. هنا كنا عند النادي الاهلي، قعدنا في مكان في مدينه نصر زي ما انتوا شايفين كده. ايه اوريكم يعني مقتطفات كده من يومنا. طبعا ما جبتش ربنا يخليك يا حبيبي. يلا زقيها كده. هنا بقى كانت الحفله خلصت وكنا خلاص ماشيين. قلنا بقى ايه نصور على المرجحه دي قبل ما نمشي، حبيناها وقلنا نصور عليها كده قبل ما نمشي. بندق كان اتعشى بقى خلاص، وقلنا نتمشى شويه في مدينه نصر وعباس العقاد كده شويه ونروح. وده كان يومنا بس كده. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم كده واتبسطتوا معانا، وانا كمان قلت اركب المرجحه واتصور عليها. يا رب تقولي بقى رايكم في الفيديو، حطوا لي لايك كتير واستنوني بقى في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.